اديتكم انت صغير لو عايز تخزن جثه، لو عايز تقتل حد. جبت لكم النهارده الفورد ايكو سبورت الفيس ليفت بتاعها. شايفين الفتحه دي غريبه شويه، واصلا هي كلها عربيه غريبه كده مش مفهومه. تعالوا نشوفها مع بعض. تنتمي لاصغر فئه في قطاع الاس يو فيز اللي هي السب كومباكت اس يو في او الميني اس يو في، فاصبحت بتنافس حاجات زي الاوبل كروسلاند، السكودا كاميك، فولكس فاجن تي روك، والنيسان جوك وغيرهم. طيب هل انت هتقول لي طب ما ايه اللي حصل في العربيه دي؟ ليه قلت ان هي قصتها معقده؟ هي طالع منها جيلين، تمام؟ الجيل الاول احنا في الجيل الثاني بتاعها اللي كان في 2012 ثم انتهى في 2017، وطلع الفيس ليفت بتاعها في 2017 الى وقتنا الحالي لسه بينتج، تمام؟ فده الفيس ليفت الجديد، عشان في شويه لخبطه بتحصل لبعض الناس. ده الفيس ليفت الجديد. البري فيس ليفت يبقى ليها فيديو ثاني كامل لان فيها اختلافات كتير جدا خاصه في التابلو من جوه، كذلك برضه الشكل من قدام والشكل من ورا وشويه تغيير بسيط في المواتير. طيب العربيه دي كانت بتتصنع اصلا او التارجت بتاعها السوق الاسيوي، تمام؟ فهي كانت بتتصنع في الهند والمكسيك، وكانت بتتباع في البلاد دي الى هذه اللحظه في 2022، وبتتباع برضه في اوروبا الى هذه اللحظه 2022، لكن هي ما انتشرتش قوي في اوروبا، ما عملتش النجاح الباهر لان هي علقوها انها عربيه بالكي شويه، تخينه شويه، مرفوعه جدا عن الارض. زي ما شايفين الخلوص الارضي مرفوع عن الارض حوالي 19 سم، مرفوعه جدا على عربيه صغيره. يمكن مناسبه اكتر للشوارع الاسيويه او الشوارع في امريكا الجنوبيه اللي فيها مطبات كتير ونقر والكلام ده كله، عشان كده نجحت هناك كتير، لكن ما نجحتش في اوروبا، وخاصه في اوروبا مع انتشار الاس يو فيز اللي هي ذات التصميم الرشيق تم احلالها بالحبيبه الجميله جدا اللي انا بعشقها الفورد بوما، من الشكل الايه الرشيق جدا بتاعها، زي قصه مثلا بي ام دبليو اكس 2 والاكس 1 او قصه مثلا الاوبل موكا والاوبل كروسلاند، فيمكن زي الاوبل كروسلاند ومرفوعه اكتر منها كمان. قبل ما نكمل فكركم ده من الفيديو متقسم مجموعه من المقاطع موجودين في السكرول بار تحت، ولو بتدور على تقييم لاي عربيه معينه اكتب اسمها في اليوتيوب سيرش جنبها كلمه دليلك هتطلع لك ان شاء الله، ولو ما طلعتش قلنا في كومنتات تحت وانا اعمل لك ليها التقييم زي ما عملت لناس كتير قبل كده. ولو اول مره بتظن في القناه فيا ريت طبعا الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان نقول لك ان شاء الله اول ما انزل اللي بعشقها الفورد بوما قريب جدا. يلا بينا نشوف العربيه. سعرها في سوق المستعمل بيبتدي من 25000 يورو بينتهي عند 30000 يورو لاعلى فئه واقوى موتور. بالنسبه للسيفتي فهي لسه الفيس ليفت ده لم يصدر له اي تقرير من اليورو انكاب، لكن هي بتنزل كستاندر بيه 7 اير باجز، فيها اي بي اس، اي اس سي، اي بي سيتي، وانتر ايربن. وكستايلنج هي بتنزل باختيارات ما بين 9 الوان للجسم الخارجي، 6 انواع مختلفه للجنوط ما بين 16 و18 بوصه، واربع اشكال وانواع مختلفين للفرش من جوه. اما عن فئات التقديم في اوروبا فهم 4. اول واحده الكول ان كونكت، ودي بتنزل بجنوط 16 بوصه الحديد، بيبقى فيها الشاشه 8 بوصه، فيها الانواع النهريه بتبقى الاي دي، وبيبقى فيها مالتي فانكشن ويل. ثاني واحده التيتانيوم، ودي بتنزل بجنوط 17 بوصه، بيبقى فيها كروم بره وجوه، فيها تكييف اوتوماتيك، وفيها سنسورز، وفيها امبيت لايتنج، وفيها بيانو بلاك من جوه. ثم بعد كده الاس تي لاين، تعرف على طول التقفيل الرياضي، بتنزل بقى بيبقى فيها اسود جلوسي بلاك من بره، بيبقى فيها سبورت سسبنشن، بيبقى فيها الاكسدامات بتبقى سبورت، الكراسي بتبقى سبورت، الخ من تقفيلات الاس تي لاين المعروفه. ثم اخر واحده خالص اكتف، تعرف ان اكتف انها بتستجيب اكتر شويه، دي زي التيتانيوم بالظبط بس بيبقى فيها روف ريلز، تمام، زي الموجوده فوق دي، وبيبقى فيها ستايلنج من جوه، بيبقى فيها كراسي جلد، تمام، لكن هي مش رياضيه، هي اللكجري اكتر. طب اللي عندنا النهارده واحده، ثاني واحده اللي هي التيتانيوم مع شويه اوبشنز زياده. فورد دايما متعهده بالاشكال الهجوميه في التصميم، ده هنلاقيه في الكبوت، كميه التجاعيد والتجاويف رهيبه، دي هي تجاعيده اهي، بعد كده تكويفه من هنا انبعاجه مع تجاعيده من هنا، ونفس الكلام الناحيه الثانيه قد ايه، وبترد على الشبكه الكبيره جدا المطعمه كلها بالكروم من ثاني فئه على فكره فقط، وهوايات حقيقيه وعلامه فورد في النص، شكل هجومي كالعاده من فورد. الكشافات اللي عندنا النهارده الكشافات الدي لايت اللي هي النهاريه بتبقى ال اي دي، بينما العاديه هنا بتبقى زينون، والعاليه والاشارات بتبقى هالوجين، تنزل بس ال اي دي في اعلى فئه. وفي تحت زي سبيل ريتل صغير كده اهو مع تهويه حقيقيه للكشاف، وتحت هنا طبعا لاسف للموتور، وتحت هنا طبعا هي الاضواء الضباب الاماميه. شايفين من الجنب عامله ازاي؟ شايفين هي عاليه ازاي؟ 19 سم خلوص ارضي
وارتفاع متر 65 سنتي، فاعلى عربيه سب كومباكت اس يو في ممكن تلاقيها في السوق. طيب زي ما انتم شايفين هنا في كروم، بس حلة كروم تحت الشبابيك، الشباك الخلفي في التيتانيوم بيبقى معمول فاميه. مرايات هنا فيها القشرات بتاعتها، الجنوط الالوي ويلز المشهوره، جنوط السبور ال 17 بوصه. غير كده تصميم عادي خالص، يمكن بس البانل الصغير خالص في الجنب ده غريب شويه، لكن هو شكله مثير الصراحه اللي فيه الازاز الخلفي. وفي هنا تجعيده صغيره كده ماشيه مع الاوكر مكمله لغايه الرفارف الاماميه. من ورا سبويلر صغير جدا مع اضواء الفرامل الخلفيه. حجم الشباك الملاحظ ان هو كبير، لكن هو متاكل كبير جدا من الحته العتمه دي، معرفش ليه يعني. المفروض ان هو يبقى اوسع شويه واحسن عشان الرؤيه من ورا. في ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ ان شاء الله خير. طيب علامه فورد في النص هنا، الكشافات اللي هنا نازله كلها هالوجين بالكامل، وعلامه وكلمه ايكو سبورت موجوده تحت هنا. بالمناسبه العربيه دي ما فيهاش استبن، الاستبن بينزل دايما فين؟ بيبقى متعلق من هنا، هقول لكم ليه دلوقتي حالا. وهنا تحت في زي سبليتر صغير كده، لكن هو مسدود مجرد بلاستيكه يعني. طيب بالنسبه للمواتير اللي بتنزل، اختيارات كتيره جدا على فكره. طيب هي صعب شويه فتحه، لكن الموتور تقيل، الكبوت تقيل الصراحه، لكن هو فتحه طبعا مانيوال. طيب عزل حراري فوق، هي بتنزل باختيارات ما بين مواتير بنزين ومواتير ديزل. اول موتور بنزين مثلا عندكم في الجدول اهو، انا مجمعها لكم كلكم، بيبقى 3 سلندر و1000 سي سي. الباقيين كلهم بالنسبه للبنزين والجاز، اسف البنزين والديزل، بيبقوا 4 سلندر. طبعا كلهم بيبقوا تربو، وفي موتور واحد بس بيبقى 4 ويل درايف، تمام، دفع ربع. طيب وبالنسبه للمواتير اللي هي الاوتوماتيك بتبقى تورك كونفرتر عاديه خالص. طيب اللي عندنا النهارده اللي هو الموتور ال 1000 سي سي الايكو بوست ال 6 سرعات مانيوال. طيب ده الموتور ده سعته زي ما قلت 1000 سي سي، بيولد مع قوه حصانيه 125 حصان وعزم 170 نيوتن متر تورك، سرعته القصوى 180 كم في الساعه، بتسارع من 0 الى 100 في 12.7 من الثانيه. معدل حرقه للبنزين 5.2 لتر لكل 100 كيلو. شفناها من شويه الحركه دي، هي حركه حلوه، بس تخيل انت راكن بالطول في باركينج 4 متر مثلا، ولا باركينج صغير في مدينه المفروض انها معموله للمدن الاسيويه، هل هتعرف تفتح الباب؟ انسى، لازم تحرك العربيه لحته فاضيه خالص وتفتحه، او تنزل الكراسي من قدام وتحمل بقى من ورا. فهي مش عمليه قوي، لكن هي الصراحه كول شويه. طيب عندنا هنا شنطه بروز تحميل صغير خالص، مش هيتعبك خالص وانت بتطلع الشنطه بتاعتك. مع السلامه. طيب السعه التخزينيه عندنا هنا 355 لتر، مش عمليه قوي. انا شلت على فكره الرف اللي فوق، لكن مش كبيره قوي، لكن هي الفتحه عمليه جدا بسبب طول الباب ده وارتفاع العربيه. شايفين انا نحط قد ايه؟ نحط شنطه سفر كبيره، شنطتين سفر متوسطتين، شنطتين سفر صغيرين، ولا زال في مساحه صغيره ممكن تحط شنطه ظهر، لكن طبعا انت كده سديت الرؤيه من قدام. طيب زي ما قلت هنا مفيش استبن، الاستبن بيبقى متعلق ورا في الباب، لكن الارضيه اللي تحت دي لو رفعتها بيبقى بس يبقى فيها اماكن تخزين هنا صغيره للعده بتاعتك. طيب هنا مكان تخزين صغير، مكان برضو تخزين صغير، هنا في خطاف، هنا في اضاءه، وبس كده، مفيش اي اوبشنز ثانيه. طيب تعالوا كده ننزل الصف الثاني من الكراسي. بسبب عدم وجود ارضيه كدابه فعندنا في بروز هنا عالي جدا من الكراسي، لكنه زي ما اقول لك مساحه التحميل بتاعتك ال 1238 لتر، لكن طبعا انت مش هتعرف تدق الشنطه الكبيره بتاعتك، فهتضطر ان انت ترميها كده. احنا في الفئه الثانيه، وبصوا على الانتيريور بتاع فورد، يعني الانتيريور العادي خالص بتاع فورد، الداشبورد اللي واخد البالك ده تمام، شويه جلوسلي بلاك زي ما قلنا من تاني فئه موجودين هنا اهو، موجودين هنا اهو، شويه شغل كروم برده من هنا، شغل كروم من هنا، كروم من هنا من هنا من هنا، عجله القياده متقفله بالجلد الصناعي. طبعا هنا عندنا الشاشه 8 بوصه زي ما قلنا، في شاشه الاكبر منها بتنزل في اخر فئه، او بتطلبوا اوبشن مستقل اللي يبقى فيها اسبلت نافيجيشن، لكن هنا ما فيهاش، بيبقى فيها اندرويد اوتو وابل كار بلاي بس. الانالوج بتاعنا عادي خالص، لكنه يعني انا شايف الارقام فيه واضحه جدا وقويه جدا، مع الشاشه في النص ال4 بوصه اللي مش طوليه لكن عرضيه زي ما انتم شايفين. كل حاجه متنوره كويس، كل حاجه في مكانها الكويس. تصميم فورد اللي هو اللي هتلاقيه في كل حاجه موجود في الفورد فيستا. بالمناسبه عايز تعرف اكتر عنها حاططها لكم في اللينك اللي فوق ده، الفورد فيستا كنت لسه عامل لها تقييم الجيل الاخير بتاعها بريفيس ليفت. وكذلك برضه هتلاقي نفس الفيديو ده، هتلاقيه مثلا في الفورد ترانزيت مثلا اللي هي الكبيره خالص، هتلاقي نفس التصميم طبعا، بس طبعا هو اكبر. برضه بص عليه، حاطط لكم في اللينك اللي فوق ده. المواد المستخدمه اللي فوق هنا واللي فوق، مع انها المفروض العربيه الاقتصاديه بتاعه فورد الاس يو في، الا انه والله الى حد ما سوفت تاتش من هنا، طبعا هنا بلاستيك كله سوفت تاتش من هنا، لكن طبعا نزلنا هنا بلاستيك
بصوا الرخيص هنا بقى في الباب بقى كله هنا بلاستيك رخيص، الا بس مثلا ايدين اللي هنا المعمول بالجلد بتقفل بالجلد وكويس الى حد ما. من تاني فئه بتنزل الارم ريست ده مش موجود في اول فئه، خلي بالكم. بصوا برده سوفت تاتش الى حد ما. الكراسي هنا معموله القماش بتاعها القماش اللي هو سريتد ده من الطول ده، لكن جنباتها هنا عباره عن جلد صناعي. هنا بقى عشان العربيه عاليه تظبيطات الكرسي ده يا جماعه تحفه. اولا بصوا الكرسي بيطلع قدام يرجع لورا ازاي، انا مش طايل البدلات يا دوبك اهو. انا رافع الكرسي للاخر، انا حاسس ان انا سايق اس يو في من الحجم المتوسط. انا مرفوع جدا عن الارض، عالي جدا. انا حتى المساحه قلت اهو، لكن يمكن انا بحب ابقى مرفوع شويه عن وضع السواقه العادي. وعجله القياده بتاعتي قدرت اظبطها عليا وادخلها اهوت. لا تظبيطات الكرسي هنا جميله جدا، والعربيه انت قاعد اس يو في فعلا كما قال الكتاب، انت عالي جدا. جيوب الباب اللي هنا تشيل ازازه 1.5 لتر، تمام مستريح. في اماكن صغيره هنا تخزين، مثلا الايدين هنا مسند بيتمسك عادي خالص، وفي تحت مكان صغير. بس بصوا بقى الكواليتي وطلع كله في ايدي اهو، هو زي في مكان تخزين صغير كده طلع في ايديا يعني. طيب هنا في مكان صغير كده مع سماعه اللي فوق ده، ما اعرفش هل ممكن تحط فيه الموبايل بتاعك، ممكن يبقى يا عم خلاص بقى يا حبيبي، خلاص يا بابا يلا مع السلامه. ماشي. مكان صغير هنا ما عجبكش، تحت هنا في مكان تاني صغير هو مناسب اكتر للموبايلات الكبيره. هنا درج التابلو من الحجم الصغير جدا، طبعا ما يشيلش خالص اي ازازه 1.5 لتر، ما يشيلش اي حاجه، هو صغير جدا الصراحه. لكن هو في زي درج فوق حاطين فيه البروشور بتاع العربيه الصغير الجميل جدا ده. وفي مكان تخزين هنا صغير برده ممكن تحط فيه مثلا، وفي مساحه، وفي هنا مكان لتخزين نضاره الشمس كويس جدا، هم مفكرين فيه الصراحه. جيب غلطت انا معلش. وتحت الارم ريست ده طبعا بيطلع لقدام عشان تسند عليه وانت بتسوق كويس، تمام. وتحتيه هنا لو رفعته في مساحه صغيره طويله قوي، لكن هي صغيره جدا ضيقه جدا يعني. 2 كاب هولدرز هنا بالاسنان بتاعتهم زي ما انتم شايفين هنا، عشان تمسك الكوبايه بتاعتك حسب تخنها وما تتحركش. زي ما انتم شايفين تحت هنا في الامبيانت لايتنج موجود هنا، وموجود تحت برضو هنا، وفي البيبان من الجنب. طيب وكويس الصراحه. هنا في مكان صغير تاني عشان تخزن فيه برضو المفاتيح بتاعتك هنا اهو، تمام. ممكن تحطها هنا، ومكان تخزين هنا صغير مش عارف بتاع ايه برضو، ممكن تحط فيه المفاتيح تاني يعني. ومن فوق هنا في الشماسات بتاعتنا بالمرايات، شماسه كبيره لكن ما فيهاش اي اضاءات. اما بالنسبه للتكنولوجيا، مرايات بالكامل هنا، والازاز بالكامل كهرباء. الاضاءات هنا الانوار كلها معموله بانل الصراحه بكره كده جميله جدا، الافكت بتاعها جميل يعني كواليتي عاليه. طيب هنا عندنا الشاشه اللي في النص، شاشه السائق، بتستعرض لك المعلومات العاديه، بتتحكم فيها من خلال المنيو المالتي فانكشن ويل اللي على الشمال. هنا هتلاقي مثلا هنا جايب لك السرعه بتاعتك، ثم بعد كده بتنزل تحت على اللينك كيب اسيست، ثم السيتنجز بتاعت العربيه فيها الباك، ثم بعد كده التريب انفورميشن، معلومات الرحله بتاعتك، انت بتحرق قد ايه، لخ. بالمناسبه هنا الرقم اللي طالع لي في حرق الوقود المتوسط 6.9 لتر كل 100 كيلو، فاوكي مقبول. هو يمكن 1.7 زياده اللي هو العادي اللي هنلاقيه في العربيات يعني. وعلى اليمين هنا التحكم في الصوت، السيطره على الصوت والتراكس بتاعتك، تعلي الصوت وطي الصوت وترد على المكالمات. وعلى الشمال تحت هنا هنلاقي التحكم في السبيد ليميتر والكروز كنترول. الصراحه مكانهم كويس جدا، سهل الممتنع. التصميم كله السهل الممتنع البسيط جدا، لكل حاجه موجوده في مكانها اللي انت متوقعه. اما بالنسبه للشاشه 8 بوصه الرئيسيه، هي منيوز الاربعه اللي تحت دول بس بسيطه جدا، هي واضحه جدا، ريزولوشن جميله جدا وفاتحه جدا، لكن هي ما فيهاش اوبشنز كتير. الاوديو مثلا بيجيب لك الراديو بتاعك، بتلعب في التراكس بتاعتك الخ من هنا طبعا، وحاطط لك شورت كاتس تحت عشان تلعب فيها، تمام. ثم بعد كده الفون بتاعتك اللي انت رابط العربيه بالبلوتوث او بالكابل عشان الاندرويد اوتو والابل كار بلاي. موبايل ابس طبعا هنا معتمد اكتر على انت موصل العربيه بتاعتك بالموبايل، فبتشغل معظم الابس من على الموبايل بتاعك، جوجل قصدي الاندرويد اوتو او الابل كار بلاي. وبالنسبه للسيتنجز، فالسيتنجز هنا واضحه الصراحه وصريحه جدا، منيوز عاديه جدا بالابيض والاسود والجراي. بتخش كده مثلا الساوند مثلا، فبيجيب لك التظبيطات بتاعتك كلها، السيتنجز، البلوتوث الخ. لو شغلتها على الاندرويد اوتو زي ما عاملين دلوقتي قدامكم همت، هتلاقوها ان هي ماليه الشاشه كلها الاندرويد اوتو، واضحه وصريحه. تقدر تروح للجوجل مابس بتاعتك وتحط الديستنيشن بتاعتك من على الموبايل وتمشي عليها وتسافر بيها، مفيش اي مشكله. وتحت هنا هنلاقي التكييف بتاعنا بكل الزراير والبانلز بتاعته اللي احنا عارفينها.
بتاعت فورد العاديه خالص من فوق وتحت هنا عشان تدفي نفسك والكلام ده كله. هي طبعا هنا ديول زون. تحت هنا هتلاقي فتحتين يو اس بي تقفل التراكشن كنترول وتقفل الستارت ستوب سيستم عشان هي بتفصل من نفسها في الاشارات. وهنا تحت هنلاقي فتحه 12 فولت. وهنا مرايات عاديه خالص مش تعتيم، وطبعا الاضاءات العاديه بتاعتها. باب من ورا، الكنبه اللي ورا زاويه فتحته كويسه الى حد ما، لكن هو يعني ضيق حاجه بسيطه في الدخله بتاعته بسبب زاويه الشاسيه، مش هيعذبك خالص وانت بتدخل كرسي الاطفال. طيب القعده ورا ايه النظام؟ غريبه شويه. هو الكرسي ده في وضعيه السواقه بتاعي مساحه الركبه مش كبيره قوي، تمام، لكن رجلي بتخش تحت الكرسي مستريح. زي ما قلنا العربيه مرفوعه جدا، ومساحات الراس والله برده كويسه جدا. اللي انا ملاحظه حاجه ان الكنبه زي فيها ميل كده شويه لورا، فهو رميك لورا شويه، غريبه شويه القعده. لكن هي نفس الكراسي الموجوده قدام، بس هنا حتى السريتز اللي هي الحاجات الطوليه بالعرضيه دي كلها موجوده، وبرده متقفله بالجلد الصناعي يمين وشمال الكرسي. طيب هنا في جيب صغير تقفيلات برضو. المواد اللي هنا مرضى على اللي قدام كلها بلاستيكات رخيصه، بلاستيكات رخيصه هنا وهنا وهنا وهنا، حتى مثلا الايدين هنا عباره عن بلاستيك. هنا جيوب الباب ما تشيلش ازازه 1.5 لتر، هي ممكن تشيل، لا تشيل بالعقل. ادخلي هتدخل تشيل كده، بس انت قاعد عمال تلعب فيها فمش عمليه خالص الصراحه. هي ممكن تشيل ازازه نص لتر فقط. طيب هنا مفيش اي مخارج خالص للتكييف ولا التدفئه بتاعتك، ولا في فتحات يو اس بي خالص. هنا في اضاءه بس من فوق، مماسك ايدين، خطافات. والكرسي اللي في النص ده هنا مفيش اي مسند ايدين ولا كاب هولدرز، في بس الايزو فيكس من هنا. طيب الملاحظ برضو هنا ان النفق الموجود نفق صغير جدا ومش عالي ورفيع، لا هو حلو الصراحه. لو نقلت الكرسي اللي في النص، الكرسي اللي في النص اعلى يمكن سنتي انشف حاجه بسيطه، لكن هو مش سيء قوي، تمام. فممكن يشيل كبار بالغين ليه مسافات متوسطه جوه المدينه، مش مسافات بعيده، لكن هو مش سيء قوي الصراحه. وفي هنا مساحات كتف، والرجل اللي عندي مش واكله قوي من مساحات الرجل الركبين اللي جنبي، فيعني اوكي مقبوله يعني بالنسبه لي الكبار. على الطريق كل اللي اقدر اقوله ان العربيه دي مش زي المتوقع في فورد. طيب اول حاجه هنا في نقطه عامه كبيره جدا، انا مش عارف ايه اللي هم عاملينه ده، ايه كل ده؟ حاطين لي شباك صغير كده هنا، اصلا مش شايفه وانا قاعد كده مش شايفه، تمام. لكن الشباك اللي ورا الصراحه كبير وحلو، فمديك رؤيه كويسه من ورا. والحمد لله ان احنا في الحاله دي عندنا الكاميرا الخلفيه كاميرا واضحه جدا، باين لك المسار ومسار العجل، المسار المستقيم ومسار العجل، فالكاميرا الخلفيه كويسه جدا الحمد لله، نازله في الفئه دي. طيب احنا كنا واقفين في اشاره، الموتور فصل لوحده طبعا زي ما قلنا لان هي فيها ستارت ستوب سيستم. طيب غير كده النقله المانيوال ده هو في اللاتشه الصغيره بتاعت فورد دي، لكن مش ما يضايقكش خالص الصراحه، تمام. بيقول لك انا في الشاشه وانقل للثالث، سواقه عاديه جدا. طبعا الواضح جدا فيها انت قاعد مرتفع، انت قاعد مرتفع جدا جدا الصراحه. اكتر عربيه مرتفعه انا قعدت فيها ستوب كومباكت، تمام. بنتكلم في اصغر فئه من فئات الاس يو فيز، حاجه زي الرينو كابتشر مثلا، بصوا عليها في اللينك اللي فوق ده، والسكودا كاميك، الاثنين دول كنت ركبتهم من العربيات اللي تعتبر عاليه، ولكن مش اعلى من دي خالص. هنا دي عاليه 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 فعلا يعني، تمام. وانا شايف جزء كبير جدا من الطريق، فاللي بيحب السواقه العاليه جدا العربيه دي كويسه جدا بالنسبه له. طيب التسارع بتاع العربيه دي كويس جدا، التربو بيلقط معاك على يعني في لاج حوالي ثانيه او ثانيه ونص يمكن، حاجه كده يعني، مش وحش، متوقع في عربيه المفروض انها تكون الاقتصاديه بتاعت فورد اللي معموله للسوق الاسيوي والافريقي برضو، تمام. لكن غير كده ما يضايقكش خالص السواقه بتاعتها، بالعكس ثابته الى حد ما، مش مداك اي متعه خالص في السواقه. ده بسبب كذا حاجه. اولا هو عشان السقف العالي، والعربيه الشاسيه بتاعها العالي ده 19 سم، دول اضطروا ان هم ينشفوا النظام التعليق بتاع العربيه ده جدا، تمام، عشان العربيه من على الهواء ما تقعدش تلعب. وده اللي اداك نظام تعليق بتاع العربيه دي ناشف، فانت بتحس بالنقر، بتحس والمطبات بتحس بيها الى حد ما. طبعا ما انصحكش تجيب الاس تي لاين اللي فيها السبورت سسبنشن، انك فعلا هيجي لك انزلاق غضروفي يعني. خليك في العادي، تمام. هات اعلى فئه، بس بلاش السبورت سسبنشن ده، بلاش. وحاجات تانية طبعا هي صح اوكي في عشان النشفان في السبورت النظام التعليق هي اوكي، بس بتاخد الكورنرات دي كويس الى حد ما، مش وحش. ميلان خفيف، لكن في ميلان لا هو ميلان واضح، ميلان واضح جدا، وبادي رول واضح جدا. العربيه مرفوعه عن الارض، فبقاش فيها نفس المتعه اللي كنت متوقعها في عربيات فورد كلها، الفورد فيستا ولا فورد فوكس مثلا اللي بيستخدموها في عربيات السباق كتمرين يعني. لا ما فيهاش نفس المتعه دي الصراحه، ده اللي انا لاحظته يعني، تمام. دي كده اول حاجه. لكن حاجه مثلا جميله جدا هنا المرايات اللي هنا، مرايات كبيره جدا جدا، مداني رؤيه تحفه من ورا ومأمنه لي السكه جدا.
نقل الحركه زي ما قلت يعني سهل وبسيط، في بس لطشه يعني متعبه شويه. الريفت عندك بيعلى عادي خالص، ما فيهوش مشاكل تمام، ما تحسش ان هو هجومي، غير مثلا الفورد بوما بتاعتها ان شاء الله نعمل لكم ريفيو، لسه ما عملتهاش بس انا سوقتها كتير جدا. لا حاجه تانية خالص، حاجه تانية خالص 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 يعني. حاجه برضو جميله هنا ان العربيه فيها هنا بلايند سبوت مونيتور تمام، عشان يجيب لك لو في عربيه عدت جنبك تمام المنطقه العاميه بتاعتك، فيقول لك ان يديك انذار. في لينك اب اسيست بيشتغل كويس جدا، انا اتحركت بيها كتير وشغلت اللينك اب اسيست والله كويس. جايب لي هنا عشان في كاميرا الاماميه، فجايب لي هنا السرعه القصوى على التابلو اللي قدامي، طبعا دي بتنزل من تاني فئه بس زي ما قلت الكاميرا الاماميه. من الاخر كده سواقه مش ممتعه خالص تمام، ما شدتنيش، مش مقدمه لي جديد، سواقه عاديه جدا. العربيه اس في مرفوعه، متعبه شويه في الدورانات اللي هي مثلا زي ديت، على ناخد الدوران زي كده اهو بسرعه عاليه جدا. بص بص بادي رول عالي جدا، بادي رول مش عارف مصور تقريبا اترمى معايا يعني لا مؤاخذه معلش. وعشان كده انا بقول لو انت بتدور على السواقه الرياضيه تمام انصحك بالفورد بوما، عايز المساحات وعايز تكون ارخص وخلينا نقول اكثر اقتصاديه. من الاخر كده هي دي العربيه الاقتصاديه بتاعت فورد الاس يو في، موجهه اكتر للاسواق الاسيويه، الاسواق الجنوب امريكيه. في اوروبا ما نجحتش قوي لكن هي موجوده وشفتها كتير وبتتاجر وبتتباع. اللي عايز يجيب حاجه رخيصه العربيه فوق فورد ب 25000 كعربيه اس يو في صغيره، مساحات من جوه على قدها خالص، سواقه مش حلوه الصراحه، مش عجباني خالص. الارتفاع بتاع العربيه ده خلى العربيه بتترنر كتير، مش بيديك اي سواقه الممتعه اللي المفروض فورد مشهوره بيها، غير اختها الفورد بوما خالص. في الاخر طبعا كعادتنا التشيك ليست اهي فيها كل مختصر العربيه عشان تقدر تقارن ما بينها من كل التشيك ليست اللي في قناتنا. يا رب يكون عجبكم تقييمنا للفورد ايكو سبورت الفيس ليفت الاخير بتاع الجيل الثاني، موجوده في السوق كتير. عايزنا نعمل لكم تقييم لاي عربيه ثانيه وقولوا لنا في الكومنتات تحت وانا تحت امركم. يلا نشوفكم الحلقه الجايه، وما تنسوش طبعا الاشتراك من الزرار ده. السلام عليكم.